تخيل ان الفرق بين دماغك ودماغ ايلون ماسك 1% بس. طبعا انت مستقل الرقم ده جدا، بالرغم ان انا وانت معناش 1% من ثروته واللي تقدر ب 2 مليار دولار. بس لو قلت لك ان الاختلاف البسيط قوي ده اللي هو 1% هو اللي قدر يوصله للنجاح العظيم اللي هو فيه دلوقتي، وده راجع لكلام الابحاث. بس عشان تفهم الموضوع ده اكتر محتاجين نرجع بالزمن شويه لورا. في سنه 1963 في عالم اسمه ادوارد لورنس كان بيعمل شويه تجارب كده عشان يتنبأ بالطقس، فراح جمع شويه بيانات عن حاله الطقس زي ضغط الهواء وبخار الميه في الجو، واخد البيانات دي وقام حاططها على اجهزه عشان تحللها وتقول له على حاله الطقس، وطلعت النتيجه وسجلها. وبعدها جاب نفس الارقام تاني بس شال منها الارقام العشريه البسيطه قوي اللي في الاخر. يعني مثلا لو الضغط كان بيساوي 2.00005 فهو قال اشيل الخمسه اللي في الاخر دي، يعني مش هتحس بفرق، ده رقم لا يذكر. بس اتفاجئ ان هو لما حط الارقام الجديده دي على الجهاز بتاع الضغط حاله الطقس طلعت مختلفه تماما عن الاول. ايه بقى علاقه الكلام ده بالمسافه ما بين المغرب واسبانيا؟ لو انت راكب طياره من القاهره ورايحه للمغرب في خط مستقيم، عارف لو الطياره دي اتحركت بس 5 درجات ناحيه اليمين هتلاقي نفسك بدل ما بتنزل المغرب نزلت اسبانيا. 5 درجات دول على الورق حاجه تافهه صغيره ومش ملحوظه، بس مع الاستمراريه ومرور الوقت بيبان الفرق. والمثال اللي فات ده هو التطبيق العملي لكلام جيمس كلير. التغيير البسيط قوي في عاداتك اليوميه واللي ممكن تحسه ولا حاجه يقدر ان هو ينقل حياتك نقله تانية خالص مع مرور الوقت. في مسلسل ذا كوينز جامبت البنت كانت بتفكر في كل التحركات بتاعه الماتش وبتتخيلها، تفتكر ازاي كانت حافظه الدخلات والخطط وتفكير اللعيبه الكبار. بتقول لي يا عم ده مسلسل مش حقيقه. في الحقيقه بقى ماجنس كارلسن وهو بطل العالم في الشطرنج 5 مرات كان في انترفيو وجابوا قدامه لوحه شطرنج وسالوه هل تعرف اللوحه دي بتمثل ماتش مين ضد مين؟ وقال لهم ان ده كان في ماتش كذا ضد كذا في بطوله كذا السنه كذا. يس. بعدها رتبوا شطرنج عادي والراجل راح قال له بص معايا انا هبدا احرك القطع وانت قول لي ده كان ماتش مين. وبعد ما حرك 3 قطع بالظبط قال له الماتش ده كان بتاع مين واتلعب امتى برضه. هتقول لي يمكن جت معاه ضربه حظ؟ هقول لك ان هما في البرنامج عملوا الموضوع ده 3 مرات وال3 مرات ماجنس جاوب صح. طب هما ايه اللي وصلهم لكده؟ هل لعيبه الشطرنج دول مولودين بحاجه مختلفه عن بقيه الناس؟ في تجربه عملها عالمين وهما ويليام تيس وهربرت سيمون، جابوا 3 بيلعبوا شطرنج، واحد فيهم ماستر والتاني كلاس A والتالت هاوي او كلاس B. في الاول جابوا لوحه شطرنج مترتبه بشكل معين ووروها لل3 اشخاص دول لمده 5 ثواني بالظبط، وبعدين ادوهم لوحه عاديه وطلبوا منهم انهم يرتبوا القطع زي ما شافوها في اللوحه اللي فاتت. الماستر قدر ان هو يفتكر 15 قطعه منهم، وكلاس A قدر يفتكر 10، وكلاس B او الهاوي قدر يفتكر 5. لحد هنا الموضوع عادي وطبيعي جدا ان الشخص المحترف يفتكر اكتر من الشخص المبتدئ. فدخلوا على المرحلة التانية واللي رتبوا فيها القطع بشكل عشوائي زي ما في الصورة كده. الماستر والاتنين التانيين كل واحد فيهم ما قدرش يفتكر غير 3 قطع بس، ومن هنا طلعوا باستنتاج مهم قوي ان الناس دي مش خارقين للطبيعه ولا حاجه، وان لعيبه الشطرنج المحترفين ما عندهمش ذاكره اقوى من الطبيعي بتاع الناس، هم عندهم ذاكره احسن في اوضاع قطع شطرنج اللي ممكن تحصل في ماتش حقيقي. واللي وصل الناس دول لكده انهم لعبوا وشافوا ماتشات بالالاف. لما الحاجه بتتكرر كتير عقلك بيتعرف عليها بالظبط زي ما بيتعرف على وشوش صحابك. لما بتشوف وش اخوك بتعرف ان اخوك، وكذلك مع محمد صاحبك، وده بالظبط نفس اللي بتشوفه عين ماجنس. وعشان تبقى اكسبرت في اي مجال بتحتاج انك تعدي ب3 مراحل. المرحله الاولى repeated attempts with feedback، وهي انك انت تطبق على الحاجه اللي انت بتتعلمها وعاوز تطور فيها. مع كل مره بتطبق وبتجرب وبتحلل اللي بيحصل بتشوف ايه اللي عملته صح وايه اللي عملته غلط. مهم قوي لما تيجي تتعلم حاجه جديده ما تتعلمهاش بشكل اكاديمي وخلاص. وهنا بقى يجي السؤال المهم، لو انت لسه محتار ومش عارف انت عاوز تشتغل في ايه او تكمل في ايه، لان خلاص بقينا متفقين ان بنسبه 99% مجال الكليه بتاعك مش هياكل عيش. على طول انا بقول لك ان اهم حاجه في المرحله دي انك انت تستثمر في نفسك وتبدا تاخد كورسز عشان تعرف ايه الحاجه اللي انت ناوي تكمل فيها بقيه حياتك. فانا شفت لك حل من اسهل واحلى الحلول اللي موجوده في السوق، ويب سايت اسمه ينفع. لما تخش عليه بتلاقي عليه كورسات في كل المجالات اللي انت ممكن تتخيلها. الاشتراك السنوي بيفتح قصادك كل الكورسز اللي موجوده على الويب سايت، تقدر تخش تجرب الكورس ده وده وده لحد ما تشوف ايه اللي انت حابه وايه اللي انت مش عاوزه. مهما كان المجال اللي انت اخترته سواء كان مونتاج، ديزاين، برمجه، حتى صناعه الافلام، الكورسات دي بيقدمها ناس كويسه قوي في المجال ده، فمش هتلاقي دش كتير وهتاخد الزتونه. بس اهم حاجه ايا كان ايه الحاجات اللي انت نويت تخش وتتعلمها، في حاجه مهمه جدا انت كده كده لازم تتعلمها وتبقى كويس قوي فيها، وهي الانجليش. هم عندهم كورس في الانجليش قوي جدا. طبعا بعد الفرشه العظيمه دي انت اكيد متوقع الاشتراك السنوي غالي،
اما انا رحت فين؟ عيب. انا قعدت مع صاحب الشركه امبارح، قعدت افاصل معاه واكسر في الفلوس لحد ما نزلت لاقل اشتراك سنوي معمول، وقدرت ان اجيب لك ديسكاونت 90%، تاخد اكسس على كل الكورسز اللي على الويب سايت. عيش. لو انت بقى جيت بعد السنه دي وبعد ما عملت الاشتراك ده وما رحتش زي ما بتعمل في الجيم، انا مش مسؤول. بس لو انت فعلا بدات تحط كل يوم اتليست ساعه، بعد سنه المفروض مستواك يوصل ان هو يكون متوسط في ايا كان الحاجه اللي انت قررت تشتغل فيها، وتقدر ان شاء الله تعمل من الشغلانه دي ارقام حلوه تعيشك كويس. ودي انسب استراتيجي لقيتها لك. وبمناسبه الاستراتيجيات، ماجنوس ما اتولدش بيعرف يلعب شطرنج. في الاول اتعلم كل قطعه بتتحرك ازاي، وبعدها فضل يلعب عشرات ومئات والاف الماتشات، وقرا كتير جدا عن الشطرنج والاستراتيجيات لحد ما اتعلم وبقى محترف، ووصل انه بقى جراند ماستر، اللي هو اعلى مستوى ممكن يوصل له لعيب الشطرنج. انا ككريم بحب البنج وبعرف العبه كويس، لكن لو رجعت بالزمن لاول مره امسك فيها المضرب كنت هتلاقيني على الله حكايتي. لكن مع شويه وقت ومحاولات عرفت ايه المسكه والعدله بتوع المضرب الصح، عشان اخيرا اقدر اخلي الكوره تنزل على الترابيزه. دلوقتي مش محتاج افكر او اركز في مسكتي للمضرب اصلا، كله بيحصل بشكل تلقائي، زي بالظبط سواقه العربيات. الدكتور الخبره اللي بتكشف عنده بالمبلغ الفلاني وتلاقيه من سؤالين وبصه يشخص لك المرض ويديك العلاج، ما وصلش للمرحله دي غير بعد سنين والوفات الحالات اللي عدت عليه. العامل المشترك بين كل الناس اللي حكيت لك عليهم دول انهم قعدوا سنين كتيره قوي يحاولوا يجربوا ويغلطوا على مدار السنين لحد ما وصلوا للمكانه العاليه قوي اللي انت شايفها دلوقتي. الحاجة التانية هي معضلة الأفلام الإباحية وكمان الأجساد. تعرف إيه هي الطريقة اللي بيشتغل بيها عقلنا؟ عقلنا دايماً بيحاول يفهم إيه الحاجات اللي لما بنعملها بتخلينا مبسوطين ويحاول يحولها لعادة، أما الحاجات اللي بتضايقنا أو بنمل منها بيبعدنا عنها. بس في حاجة في العملية اللي عقلنا بيعملها دي، اللي قصده منها كل خير، بتقلب في وشنا شر كبير، وهي ان عقلنا بياخد القرار على اساس النتيجة اللحظية. وهنا بتكون المشكلة اللي بيقع فيها اغلبنا، لان العادات السيئة غالبا في لحظتها الموضوع بيكون ممتع بالنسبة لنا، اللي هي السعادة اللحظية، لكن للاسف على المدى البعيد غالبا الحاجات دي بتضرك اكتر ما هي بتنفعك. وتقدر تفتح قوس كبير قوي من العادات السيئة دي زي السجاير والخمرة والافلام اللامؤاخذة، على عكس حاجه ممكن تفيدك زي كورسات مثلا او نزولك الجيم. في اولها الموضوع بيبقى تقيل وممل، وبتبقى محتاج فتره زمنيه كبيره عشان تلاقي نتيجه، عشان كده عقلك بشكل لا واعي بيخليك تبعد عنها لانها مش بتولد لك سعاده لحظيه. وعشان كده المفارقه بتاعت انك انت ممكن تقعد على التيك توك بال10 ساعات ما تملش، وفي نفس الوقت ما بتقدرش تقعد 10 دقايق بتتفرج على كورس اونلاين. والحل هنا بيكون في انك انت تضيف للعاده الكويسه دي مكافآت من اولها تخليك مبسوط، والعادات السيئه دي تعاقب نفسك لما تعملها، فهتخلي عقلك يترجم انك انت مش عاوز تعملها تاني. طيب ايه هو التطبيق العملي للكلام ده؟ اهم حاجه واحسن مكافاه تخلي العاده الكويسه تكمل معاك هي انك تحس بالنجاح، اي نجاح حتى لو كان صغير او بشكل بسيط، عشان شعور النجاح ده اشاره ان العاده بتاعتك دي جابت نتيجه وتستاهل المجهود اللي انت بذلته. لان شعور انك انت بتعمل بروجرس في حياتك ومش واقف مكانك ده بيديك شعور بالراحه والرضا، وتقدر تعمل كده عن طريق ورقه بالليرنينج اوتكمز، واي حاجه جديده بتتعلمها بتكتبها حتى لو كانت صغيره، ومع التكرار هتلاقي ان الانجازات بتاعتك بتزيد، وبالتالي رضاك عن نفسك هيزيد، فعقلك هيترجم ان دي حاجه حلوه ويلا نكمل فيها. الحاله الثالثه والاخيره هي don't get too comfortable. لما تتعلم السواقه لاول مره الموضوع بيكون صعب، بعد سنه من السواقه ممكن عادي جدا تسوق وانت بتاكل وبتكلم صاحبك اللي جنبك وبتلعب على الموبايل. طبعا ده مش صح، بس انا بقول لك انك انت ممكن تقدر تعمله وبيبقى بالنسبه لك عادي، وده عشان عقلك اللاواعي هو اللي بقى متحكم في كده، وبقت حاجه عاديه بتتعمل زي الاكل والشرب. الفكره ان بعد من سنه ل5 سنين سواقه تقريبا ما بتغيرش اي حاجه، لكن لو انت عاوز ان مهارتك في السواقه تزيد هتحتاج انك انت تروح لاماكن وظروف صعبه انت اول مره تجربها، زي انك انت تسوق في الصحراء، تدخل سباقات، او انك انت تسوق في مطره جديده او تلك جديد، لان هي دي الطريقه الوحيده اللي انت هتتطور بيها. نفس اللي بيحصل في السواقه ده بيحصل في كل حاجه، سواء عزف آلة موسيقيه، لعب اي رياضه، او في اي مجال عمل. لو انت ديزاينر وعاوز تبقى متميز هتفضل اول باول بتتفرج على حاجات جديده ما اشتغلتش عليها قبل كده وتشوف لها توتوريالز وتقلدها لحد ما واحده واحده تقدر انك انت تبدع، بعكس الشخص التاني لو فضل في الكومفورت زون بتاعته وبقى يأدي الوظيفه وهو مستريح عمره ما هيوصل ان هو يكون اكسبرت في المجال. عشان توصل فعلا لمرحله انك انت تكون اكسبرت محتاج تتدرب وتشتغل كتير قوي بره الكومفورت زون بتاعتك في الحاجه اللي انت بتعملها، زي ميسي ورونالدو في الكوره، او اسطوره الاستثمار وارن بافيت، او لما تسمع مزيكه عمر خيرت وتتمزج بيها. الحقيقه ان ده مش سحر ولا حاجه، ده بس الادراك اللي اتكلمنا عنه في الاول بتاع لعيبه الشطرنج، انهم لما بيشوفوا اللوحه اكنهم بيشوفوا وش واحد من صحابهم فبيعرفوه على طول. وهي دي الطريقه اللي وصلت انجح ناس في العالم اللي هم فيه، كل ده عن طريق ان هو بيطور من نفسه كل يوم بنسبه صغيره عشان على المدى البعيد توصل ان هي تبقى حاجه عظيمه
قوي. ابدا من النهارده اشتغل على نفسك وابدا خد سمول ستيبس عشان بعد سنه هتبقى في حته ثانيه. خش بالكود ده عشان خاطر تاخد الخصم 90%، وابدا من النهارده فعلا اشتغل على نفسك. مستنيك بعد كام شهر تكتب لي في الكومنتات قد ايه الخطوه دي فرقت في حياتك. انا كريم حنفي، سلام.